السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. قبل ما أبدأ الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد بقدمه. وما تنسونيش في التعليق وإعجاب منكم، وبشكركم. يعني النهاردة هعمل سمبوسة، بس هعملها يعني هشتريها جاهزة، مش هعجن عجينة انا، لا هشتريها جاهزة. فانا عندي لحمة وعندي بانيه، كيس بانيه. فكان في شوية بانيه يعني طلعته وقطعته كده مربعات صغيرة، وهعمل عصاج باللحمة المفرومة وعصاج بالبانيه بس. فانا فرمت بصل، ده حوالي كيلو بصل كده، وقسمته. بس انا ده في صينية صغيرة وصينية كبيرة. ادي البانيه اهو مقطعاه، وادي اللحمة. بس الصينية الصغيرة دي حطيت فيها بصل قليل لان البانيه ما كانش كتير، فالفريخ يعني اقصد. فهحط فيه البانيه، وده هحط فيه ايه، اللحمة المفرومة بس. فانا حطيت في الاول بعد ما قلبت البصلة كده دقيقتين، حطيت السبع بهارات. احط التوابل يعني قبل ما ابدا احط في البانيه او في اللحمة اقصد. حطيت سبع بهارات، حطيت فلفل اسود، حطيت بابريكا، طب بحط الصينية دي والصينية دي الاتنين زي بعض يعني في التوابل. حطيت كمان كمون مطحون، واحط كزبرة، احط ملح، ملح المبخر بتاعي بس مش هزود خصوصا في الصينيه اللي انا هعمل فيها البانيه، لان كده كده انا البانيه لما بيكون معايا، يمكن قلت لكم حكايتي، لما يكون معايا فلوس زايده بشتري نص كيلو، بشتري كيلو واغسله واحطه واعمل له بصلايه كده وفلفلايه واحطه في الفريزر، فبيبقى احياجه مظبوط، بحيث ان انا لو هعوز هطلع على طول اعمل بيه اي اكل انا عايزاه بس. فانا دلوقتي اهو حطيت البانيه وهقلبه لحد ما البانيه ياخد من البصلة وياخد من التوابل بتاعتنا كلها اهو، شايفين؟ بس اهو هقلب شوية لحد ما ياخد من البصلة. وهرجع هنا احط اللحمة اللي انا فرميها بس. وهنا هضيف اللحمة المفرومة برضو، هقلبها في البصل وفي التوابل لحد ما تاخد من من الطعم ويختلطوا كلهم مع بعضهم اهو، شايفين؟ هفضل اقلب فيهم. انا لما بجيب لحمة مثلا هطبخها باخد كام حتة كده، حتتين تلاتة كده او ربع كيلو، واحطه على جنب، بحيث ان انا كل ما بجيب كده اخد كام حتة واعمل مرة كيس لحمة مفرومة. زائد ان انا ولادي ملهمش في اللحمة اللي هي، بصوا، اللي هي بنقطعها قطع كده وياكلوها، لا، ولادي يحبوا اللحمة اجيبها وافرمها، اعمل منها بشاميل، اعمل منها مثلا حواوشي، اعمل منها الاكلات دي، مكرونة بشاميل، لازانيا، يعني بتاع ده برجر، اي حاجة. المهم ان هم ما يحبوهاش كده في الطبيخ او كده، او لحمة انك انت تسلقيها وتحمريها في السمنة البلدي، لا، هم مش عايزين للأسف الحاجات دي بس. فانا دلوقتي عشان خاطر كمان اليومين درامات الفراخ غالي يعني الفرخة بتجيبيها تاكليها لو انتوا أسرة كبيرة بتاكليها على يوم، فلا غالية. لكن انت ممكن تجيبي كيلو اللحمة تاكليها على يومين، او تفرميه وتعملي بيه اكلتين. فاللحمة دلوقتي يعني تعتبر ارخص من الفراخ بس. انا هو يعني هفضل اقلبها لحد ما كله يتدخل مع بعضيه،
وتاخد من البصلة والتوابل ونفس الطعم. وانا اشتريت اللي هي السمبوسة ديتي جاهزة، بس من عند من البجال يعني، ما عملتهاش يعني. طبعا عجينة السمبوسة سهلة جدا، مش محتاجة اي افتكاسات، بس انا كنت مستعجلة والله، وكنت عاملة ان انا هعمل مكرونة ببشاميل يعني كان في دماغي ان انا اللحمة دياتي هعمل بيها صينية مكرونة ببشاميل، لكن العيال قالوا لي لا احنا عايزين ناكل سمبوسة بس. لكن عجينة السمبوسة سهلة، انت يا دوبك ايه، دقيق ومية وملح، وحطي لها بقى كوباية زبادي، وحطي لها، وانا احط لها معلقه خل وكوبايه زبادي، واعجنيها واسبيها ربع ساعه ترتاح. ما فيهاش ولا خميره ولا بيكنج باودر ولا زيت ولا اي حاجه، لا لا لا، هي ميه ودقيق وملح وانا بحب احط لها كوبايه زبادي ومعلقه خل بس، واسيبها شويه ترتاح. طبعا هنا بصوا حطيت لها كمان معلقه سمنه عشان تطعم العصاج بس، لكن ولا ازيد ولا اقل يعني، ما تعملوش الا في العجينه كده. بس هي بتاخد وقت في فرد العجينه، انك انت تقعدي تفردي في العجينه، بس هي دي اللي هتاخد معاكي ايه وقت. لكن انت لو من بالليل وهتفرديها وتحطي نشا كده ما بين الطبقات، لا ما بيحصلهاش حاجه. او هتعمليها في نفس اليوم كده، بس تكون بادئه من بدري شويه، تمام. بصوا انا دي اللي راح ابني جابها لي، انا بيني وبينكم قلت ايه خلاص يبقى النوع ده كويس، ومش انا النوع ده كنت اول مره اجربه، بس انا قلت النوع ده كويس على اساس ان انا النوع ده بجيبه في الجلاش، وبيبقى في الجلاش ورقه حلو مش مكسر، فقلت بس يبقى هو نفس الشركه ونفس الكيس دوتي، يبقى اكيد يبقى حلو. بس انا لقيت ان الورقه ناشفه قوي. هل مثلا ده كان سوء تخزين عند الراجل، عند البجال مثلا، ولا ايه؟ مش عارفه الصراحه، مش عارفه اقول لكم ايه، بس هو يعني مش اللي هي كانت ناشفه خالص كده، لكن كان طعمها والله حلو. لكن شايفين وانا بجفلها، لا ما كانش اللي هي طعمها ايه. شايفين جفلتها، هبوريكم، فتحتها تاني وبقفلها بدخلها، ما كانش اللي هي اهو بصوا. لا حسيت ان هي كانت اديلها فترة عند البجال، او مثلا النور قطع عليها وفتح تاني، فاللي هي زي ما تكون اتجمدت ورجعت تاني فكت، كانت ناشفة كده، وحسيت ان هي لو دوست فيها تتقطم، مش تتقطع، لا تتقطم كده بس. لكن هي بتبقى حلوة يعني، عامة انا جبت كذا نوع، بس تقريبا دي زي ما قلت لكم ما كانتش طازة قوي يعني، مش طازة قوي يعني، لا يعني هي كانت آه تقريبا كده زي ما بقولك. ما انا خمنت ان يكون الفريزر مثلا النور قطع عند الراجل وجي واتفكت وجمدت، وطبعا فكت عندي بس فانا حاسه كده يعني. دي باللحمه اهو شايفين، طبعا سهله جدا، كلنا عارفين نعملها. كان في طريقه تاني برضو ليها، بس مش عارفه ايه اللي خلاني نسيت اعملها معاكم. ان شاء الله نعملها مره تاني واوريكم طريقه تانية اللي لفتها برضو اهي شايفين. بس فانتوا لو حابين انتوا تعملوا العجينه عادي يعني، ممكن تعمليها انتي اسهل. مش اسهل، اقول لكم على حاجه، العجينه بتبقى طعمها احلى كمان. هي دي صحيح بتبقى خفيفه عن العجينه اللي احنا بنعملها، العجينه دي شايفين العجينه، لكن بتبقى حلوه برضو بس. وزي ما قلت لكم العجينه سهله جدا يعني، ولا محتاجه خمر ولا خميره ولا باكنج باودر ولا الكلام ده. انت كل اللي تعمليه دقيق على شوية مية على شوية ملح. لو انت حابة ان انت تعملي بصوا انا بحب احط لها صراحة زي ما قلت لكم كوباية زبادي، واحب احط لها كمان معلقة خل، بتخليها حلوة خالص وطرية طرية جدا بس. وبتقعدي بقى تفردي بيها بالنشابة
ترشي شويه دقيق كده اهو، وتحطي حته العجينه وتفردي، وبعد كده تعملي. بس هي صراحه شويه يعني ايه، بتاخد منك وقت. لكن دي والله بالرغم ان انا يعني بقول لكم انا حسيت ان السمبوسه ديتي يعني مثلا ما كانش طازه قوي، لكن والله كان طعمها حلو جدا. من جوه طريه ومن بره مقرمشه خالص كده فيها فكان طعمها حلو صح. فاللي هو لا انا عجبتني وسهله علينا الصراحه. هي الواحده اللفه يعني ديتي جابها لي ب17 جنيه ابني من البقال. بس مش عارفه بقى هي كده، كنا بنجيبها ب12، هي بس غليت شويه. يعني بس مش زي ما بقول لكم شايفين بتفك، لان هي كانت ناشفه شويه، عايزه ان هي مش طازه زي ما قلت لكم، فكانت بتفك اهي. انا كنت على قد ما بقدر بحاول ان انا ايه اثبتها. انا عملت طبعا الكميه كلها، واديني شغلت الطاستين في الطاسه، بقيت اجلي فيها اللي هو بالفراخ او البانيه، والطاسه التانية بقيت اجلي بيها اللي هي اللي هو باللحمه. وطبعا زي ما قلت لكم بصوا والله ما بتاخدش وقت، يعني مسافه ما تحطيها 5 دقايق تلاقيها ايه طلعت. لان طبعا اللحمه والبانيه معصجين وكويس اهو شايفه مسافة ما فهي كل حاجة طيبة فيها، والعجينة بتاعتها رقيقة خالص يعني اللي هي مش مستاهلة. اه كانت الطاسة ديت لسه ما سخنتش قوي، بس انا قلت يلا زي بعض هحطها واقلب الناحية التانية بالسمبوسة الناحية التانية يعني اهو شايفين. بس كانت أكلة حلوة وجميلة و... والحمد لله والله، ومشبعة على فكرة يا جماعة. يعني أنا ما عملتش جنبيها ولا مكرونة ولا أي حاجة، واكتفيت إن أنا عملت السمبوسة بالنوعين درامات اللي قلت لكم عليها، والحمد لله يعني أكلنا وحطينا زيتون معاها والحمد لله يعني. حتى ما عملت السلطة والله، قلت لا مش هعمل سلطة ولا حاجة، هو كده كويس جوك الحمد لله وخلاص. يعني أنا فكرت إن أنا أعمل لهم شوية مكرونة محمرة معاهم، بعدين قلت لا هم ان شاء الله يقضوا فعلا والله قضوا وشبعونا خالص الحمد لله. بس اهو بصوا مسافة ما تعمليها مسافة اهو شايفين بتحمر بسرعة، من بره مقرمشة خالص ومن جوه كده تحسها طرية وطعمها جميل لذيذة يعني الصراحة. انا بقيت اطلعها في المصفى ديتي وعشان انا ما عنديش الصراحة مناديل مطبخ، لو عندي مناديل مطبخ هطلع عليها، بطلعها على المصفى وبعد كده ارجع احطها في طاولة لحد ما خلصت. بس اهو شايفين ما شاء الله يعني كانت حلوة جدا اهو شايفين لونها دهبي ازاي، خدت اللون الدهبي خلاص كده كفاية. انا كنت وطيت البوتاجاز شوية عشان كنت خايفة عليها احسن تتحرق، فقلت لا اوطي البوتاجاز شوية احسن بدل ما تتحرق مني، وكمان عشان عايزاها لونها يبقى حلو ذهبي كده اهو. اهو شايفين بس وانتوا عارفين ان العيال امتحانات ومذاكرة وضاغطين عليهم، فيعني تحبي تعملي، واحد بيحب يعني يفرحهم بالاكلات اللي هم بيحبوها. وزي ما قلت لكم كمان انا ولادي منهمش في ان هم ياكلوا لحوم كده، فبحب برضو ان انا اعمل لهم اللحوم كمفروم في اي اكله هم بيحبوها. بس وهم الحمد لله يعني طالبين حاجه مش صعبه، يعني حاجه سهله ان شاء الله. ربنا يعني يا رب يقف معاهم وينجح كل ولادنا يا رب. اه يعني خلاص الامتحانات آه، بتاعة النجل شغالة، وامتحانات اعدادي خلاص اخر الاسبوع. ف... فربنا معاهم ان شاء الله يا رب،
وبفوقهم كل ما هو. بصوا انا بوريكم اللي انا طلعته. كمان ما اخدتش زيت كتير يعني في الجلية اهو. بس وانا ما عملتش الكمية الكبيرة يعني. عملت لحد ما العصاج خلص معايا، العصاج ده والعصاج ده، والحمد لله. بس بصوا تحمر من الجنب ده تقلبوها على الجنب التاني وهي زي ما قلت لكم ما بتاخدش يعني اللي هو طيبان كتير اهو. شايفه اهو دي اتحمرت مني قوي. مش هي مش متحمله يعني. بصوا على طول كده اهو يعني بتحمر بسرعه الصراحه اهو. شايفين اهو بحمر البوتاجاز اللي استلز ده. مسافه ما تغسليه وتعملي عليه حاجه يبقى بصوا يتوسخ بسرعه، ومسافه ما تنضفوه يعني بفوطه كده هو لاي حاجه بيبقى بيلمع. بس لكن عيبه ان هو بيبان عليه اقل بقعه بتبان عليه الصراحه. انا عندي 2 عينين اللي هم من الجنب. اول عينين دول هماطي الصغيره واللي جنبيها واللي قدامها دول مش شغالين خالص، شغاله على التلاته دول. ادي لي سنين على الوضع ده يعني مش مستكفي يعني. اهو شايفين بقلب في دي وبقلب في دي، ان انا خايفه احسن يتحرجوا مني او ياخدوا لون غامق شويه. عايزه اللون الذهبي الجميل ده. فعلى قد ما بقدر ان انا ايه بظبط يعني. وبطلع اللحمه لوحدي والفراخ لوحدي عشان بعد كده ايه يبقى قدامهم طبق اللحمه والطبق اللي فيه الفراخ وتقدمي بقى اللي عايز ياكل باللحمه ماشي واللي عايز ياكل بالفراخ ماشي، مفيش مشاكل. اهو شايفه بطلع اهو. اديني خلصت هنا اهو تقريبا. ده اللي كان قليل شويه اللي بالفراخ، اتهمشت مني واحده بس مش مشكله، بس كان طعمها حلو. شايفين طريه خالص طعمها لذيذ. شايف مجرمشه من جوه طريه ومن بره مجرمشه خالص كده اهو. اهو شايفين ده باللحمه، شايفين لونه كان طعمها حلو جدا. انا باكل مش قادره الصراحه. بصوا دي كانت بالجبنه، اتبقى كام واحده كده عملناهم بالجبنه. شايفين الجبنه باظت ازاي؟ كان طعمها حلو جدا. كان طعمه جميل بالجبنه الفيتا العاديه، وحطيت زيتون مخلل. وده كان غدانا، ويا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.